تسجيلات إمام الزمان تقدم مثل قضية اقرأوا في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. شنو معنى والنجم إذا هوى؟ شلون النجم هوى؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التفت إلى أهل المدينة قال لهم سترون في هذه الليلة كرامة وفضيلة لعلي بن أبي طالب لم يسبقه أحد. راح تشوفون اللهم صل على محمد. وهي القضية واحد من علماء السنة كاتبها الآن الذي أذكر. شنو هاي الفضيلة كاتب؟ الناس شافوا نجمة من نجوم السماء، هذه كانت نجمة المشتري أو زحل، المهم نجمة. النجمة جاءت وجاءت وجاءت ونزلت في بيت علي بن أبي طالب سلام الله عليه. هوى اللهم صل على محمد. زين هاي قضية أنا ما أقولها قضية نادرة بالتاريخ، لا سنة كاتبين شيعة كاتبين راجعوا تفسير القرآن والنجم إذا هوى. جماعة قالوا رسول الله نعوذ بالله ظل، بعضهم قالوا رسول الله أصلا غلطان ساحر، كل واحد حسب الحكي. نزل الآية والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. يقول النجم سقطت في بيت علي، النجم سقط في بيت علي. لو قال ان النجم هو علي كانت اهون بكثير. حي الله اخونا ابو عمر الفاروق، حياك الله يا غالي. طيب خلونا ندقق شوي في المسألة ونشوف ايش ابعادها. النجوم يعني الله عز وجل خلق هذه النجوم، وتكلم العلماء في النجوم انها على 3 فوائد او على 3 مطالب لها حقيقة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ها يا أحبة، ها ايش فوائد النجوم؟ نعم انا الباحث، بارك الله فيك يا رومانس. يستدل بها، احسنت، هذه واحدة. الثانية الجهات والطريق هي الاستدلال، احسنتم. زينة للسماء، احسنتم. اخر شيء انها جعلها الله عز وجل رجوما للشياطين، أليس كذلك؟ طيب لننظر الآن فهذا ماذا قال؟ قال هذا النجم سقط وين؟ في بيت علي. هل الزينة في سقوط النجم أم الزينة في الدلالة أم إيش بالضبط؟ نريد أن نعرف. إذن هذا الطعن في علي. أحسنت، بارك الله تعالى فيك، أحسنت. ولذلك نحن نقول لهؤلاء القوم يعني هم يطعنون في علي بن أبي طالب، هذه أقرب شيء لها الرجم والعياذ بالله. ما أدري في الحقيقة يعني أين عقول هؤلاء الرافضة عن مثل هذه الأمور؟ أين هذه العقول؟ لماذا تتوقف هنا؟ كل شيء فيه علي بن أبي طالب نجد فيه الطعن والعياذ بالله. المسألة ليست في الزينة، إذ أن الزينة تكون ظاهرة ولا تتحرك، واضح؟ هذا الأصل فيها. ثم بعد ذلك بارك الله فيكم إذا كانت في الدلالة وغيرها تكون ثابتة، وإلا كيف سنستدل؟ الآن الكثير من الناس من يستدل على القبلة بالنجوم، الكثير من الناس من يعرف الشمال والجنوب عن طريق النجوم، واضح؟ وإلى آخر من هذه. بل الكثير من الناس يعرف المواسم، متى يأتي الموسم الفلاني، موسم المطر وغيره، عن طريق النجوم حتى في الوقت. لكن أن تكون رجم، هذا نص قرآني ظاهر، لكن أن تنزل في بيت علي بن أبي طالب، سبحان ربي العظيم. يعني هذه من الأمور. نعم هو هو بارك الله فيك، هو نفسه نفس الآية